السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم كويزين زين بإدريسي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم محبوبة الجماهير واللي هي الملكة اللوز او الغريبة اللوز. نشاركها معكم بجميع اسرار النجاح ديالها اللي اكيد تيخبيو عليكم بزاف ديال الحلويات ما تيبغيوش يقولوه لكم، وكذلك غادي نشارك معكم كل شيء بالتفصيل الممل باش تنجح معكم هذه الوصفه. علاش لا ما نديروهاش هكا للوليدات ديالنا في اللانش بوكس، غتحتاجوها في الاعياد والمناسبات ديالكم. وخليو لي كومونتير الزوينه ديالكم المشجعه والمحفزه، ونبداو على بركه الله. اول حاجه فانا خديت نص كيلو ديال اللوز اللي فسختو بالطريقه اللي معروفه راه عندي في القناه، وبيتو ديلا كامله هكا في واحد الفيطه حتى نشف. انا لا غد ليه ما صلاح ليش انني نخدم به، جمعته في بلاستيكه وحطيته في الثلاجه حتى اليوم الموالي عاد خدمت به. فغادي ناخذو هكا وغادي نطحنو الطحنه الاولانيه هكا مباشره كما كتشوفوها. ضروري غنديروها في هاد ان دو خويا تطحن مزيان. كانت عندكم كميه اكثر من كيلو فيمكن لكم انكم تديوها تطحنوها خارج المنزل عند هادوك اللي تيطحنوا لنا هادشي ديال الحلوى، اللي تيبيعوا هادشي ديال الحلوى. غناخذ واحد البول غادي ننزل فيه هادشي اللي انا تنطحن. خليكم معايا البنات باش تاخذوا جميع الاسرار النجاح ديالها والسر ديالها باش تجي معلكه، السر في التعليكه. فخليكم معايا باش تعرفوه. غادي نطحن هكا، نتوما شوفوا كيفاش تهبط معايا اللوز، يبان لكم انه باقي مهرمش وما مطحونش مزيان. غادي نكمل داك اللوز اللي عندي كامل بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي كلها. عاد غادي نضيفوا واحد المكونات مع اللوز ديالنا ونرجعوا نطحنوه مره اخرى باش غنقول لكم كيفاش وشنو هو السر باش تيجي معلك وزوين. صافي هنا غادي نضيف عليه 250 غرام من السكر. نص كيلو ديال اللوز نضيفو نص الكميه ديالو سكر خشن. غادي نضيف هنايا المسكه الحره اللي تتجي على هذا الشكل. فانا غادي نضيف هذه العلبه كامله، راه فيها هي هاد شويه اللي تيكون. خلطوه مزيان مع اللوز ديالكم باش يتطحن لكم يجيكم ساهل. بغيتو تطحنوه على برا تديو اللوز تخلطوه مع السكر، تتلوحوا فيه ديك المسكه الحره وتتلوحوا فيه واحد طريف ديال الزبده وتديو معكم شويه ديال المزهر باش هكا ملي تيكون تيطحن لكم هو تيخلطوا لكم. في المنزل انا نوريكم الطريقه لانه بزاف الناس ما حداهمش الناس اللي غيطحنوا لهم هذاك الشيء الحلوه، وانا كانت عندي كميه صغيره تنفضل انني نطحنها في الدار بوحديتي. غادي نرجع نطحن الطحنه الثانيه. السر في تعليكه اللوز في الدار هو اننا تنطحنوه جوج ديال المرات. الطحنه الاولانيه تنطحنوه بوحديتو وتيجينا بحال اللي مهرمش، وتنخلطوا المقادير كما شفتوها معايا السكر والمسكه الحره، وعاد تنرجعوا اننا تنطحنوه الطحنه الثانيه. في الطحنه الثانيه غنبقى تنطحن وانا تنرجع نهبط داك اللوز ديالي كامل هكا اللي تيبان ليا تيطلع، وتنرجع عاوتاني نطحنو حتى تيبان تنحس بداك الموس ولا تيدور وثقيل. راه نتوما غتكون الماكينه بين يديكم وغتعرفوني علاش تنهضر. فصافي من بعد ما تيصبح عندي اللوز ديالي بحال هكا، فانا غادي نجيب واحد البول اخر اللي غنحط فيه هاد الطحنه الثانيه اللي انا تنطحنها. ها نتوما شوفوا كيفاش تيجي، راه تيبان لكم انه راه تعلك ما بقاش كما كان في الاول. وها نتوما غادي تشوفوا غادي يبان لكم هكا لتحت راه معلك وتيكون لاصق ليا في التحت ديال هذيك الطحانه ديالي. هانتوما شفتوا كيفاش تيهبط طريفات اللي هما معلكين. فغادي نكمل انا باقي الكميه د اللوز بنفس الشكل حتى غيتطحن معايا كامل. عاد غادي نكملوا الخدمه ديالنا مع اللوز. هانتوما شفتوا فنبقاو تنطحنوا تنهبطوا شويه بشويه وحنا تنكملوا الطحين حتى تنطحنوا الكميه اللي عندنا كامله. من بعد ما تيجي بحال هكا هانتوما شفتوا راه تيتعلك. الاولاني ما كانش يقدر يتعلق لنا بحال هكا، دابا ها هو تيتعلق معانا. هنا غادي نزيد الاضافات. غادي ناخذ انا قشور ديال الحامض. ما توفرش عنده قشور الحامض ديال قشور ديال البرتقال، مي انا تنفضل الوجود الحامض فيها تيجيبها زوينه بزاف. وغادي نضيف واحد شويه من الروح ديال الحامض. هنا عندي هذا الروح ديال الحامض ديالها بحال الزيت، غنضيف واحد القطرات من هذا الروح. اللي ما توفرش عنده القشور الحامض ولا القشور الليمون فيضيف كيس من زهره البرتقال، راه تعطي مذاق اللي هو زوين. ولكن لا توفر عندكم قشور الحامض فاحسن حاجه انكم ديروا دوك قشور الحامض. غادي نضيف البنات واحد المعلقه كبيره من الزبده. نتوما تشوفوا انا الزبده خديت معكم بها الزبده ديال البواطه عاديه، معلقه كبيره تكون بدرجه حراره المطبخ باش تعطيكم الطوع انكم تعركوها مزيان مع اللوز.
وغادي نضيف واحد نص كيس من خميرات الحلويات. الكيس اللي عندي انا هنايا من وزن 7 غرام، غادي نضيف النص ديالو، والنص الباقي غادي نخليه معكم باش غنشارك معكم واحد السر اخر من الاسرار ديال التفنات ديال هاد الغريبه. فصافي غادي نبدا هكا تنعجن هذاك اللوز ديالي مزيان مع ديك الزبده. فاعجنوه مزيان بالكف ديال يديكم البنات، عطيوه الخاطر وعطيوه الدليك حتى تيبان لكم هكا تتولي عندكم عجينه ديال داك اللوز، تتولي تتشكلوها كيما بغيتو. غادي نضيف انايا 2 معالق ديال ما الزهر، اكيد اللي تيعطيها واحد المذاق اللي تيجي رائع، وديك الريحه ديالو تتبقى يا سلام. صافي غادي نخلط هذاك ما الزهر مع ديك العجينه ديالي ديال اللوز كما تتشوفوا. هذه هي العقده المعتمده اللي تنخدموا بها، فهمتي كلشي. غير هو الاختلاف هو انني هذا ديال الغريبه فانا زدت فيها القشور ديال الحامض والخماره ديال البريوات، فما تنزيدوش فيها الخماره وما تنديروش فيها القشور ديال الحامض، تنديروا فيها القرفه. صافي هنا غادي نضيف بيضه كامله، والبيضه الاخرى فانا حاطاها احتياط الا ما كفاتنيش هذه غنزيد صفار البيض ديالها، ولكن انا تنقول بانها غتكفيني ان شاء الله. هذيك راه حطيتها هي احتياط. صافي غادي نعجن مزيان هذاك اللوز ديالي مع داك البيض حتى ما يبقاش يبان ليا البيض هكا. وصافي غيولي اللوز ديالي تيتشكل ليا كما بغيت نشكلو انا، فراه تيتشكل. ها نتوما شوفوا كي تيولي، تتكوروه تيجيكم معلك في يديكم وميد ماشي ناشف وتيتكور. هنايا غناخد السكر كلاصي الخاص بالحلويات سبيسيال وغربلته مزيان. داك الكيس ديال الخماره اللي قلت لكم النص ديالو غنحتفظوا به، فاحنا غنضيفوه هنا على السكر كلاصي. وهذا السر من الاسرار ديال داك السكر كلاصي، تيبقى لنا فوق من ديك الحلوه وما تيهبط لناش، تيبقى شاد راسو. خلطوه مزيان. غادي ناخذ واحد شويه ديال ما زهر، غادي ندهن به يدي وغادي نبدا نشكل هكا الكرات ديالي الحجم اللي نتوما تيناسبكم. نتوما شوفوا الحجم اللي انا درت، والغريبه ديالي ما كيفاش غادي تخرج. تنشكلوه بحال هذا الشكل، تنكوروه وتنبداو نقببوه واحد شويه هكا للفوق، ما تنخليوهاش هي مكوره عاديه، لانه لا خليناها مكوره عاديه في الطياب تيهبطوا وتجينا غريبه هكا سايحه في الطاوه. فانا تعطيكم جميع الاسرار النجاح ديالها باش اللي جرباتها من بعد تجي تقول لي الله يرحم بها الوالدين. هادشي اللي بغيت، اجي اختي هي الكومونتير لتحت وكتبي الله يرحم بها الوالدين. غادي نقببوهم، وهذيك التقبيبه اللي قببناهم هي اللي غادي نغطسوها حنا في السكر. صافي هانتوما تنظن ان الفكره راه واضحه، الفيديو راه شارح راسو براسو. غنكمل الكميه هكا كامله حتى تعمر لي هذاك الطبيصيط ديالي اللي انا دايره فيه السكر، وتندوز باش نبدا هكا تنستفهم في الطاوه ديال الفران. الطاوه ديال الفران ضروري نكونوا فرشين فيها ورق الطهي او ورق الزبده باش ما تلصقناش الحلوه ديالنا هكا تفاديا انها تلصق. غادي ناخذ هذيك الغريبه ديالي وغادي نبدا هكا تنفندها في هذاك السكر، الجهه اللي مقببه هي اللي في السكر، وغادي نهزوها هكا بشويه وغنبداو نحطوهم في الطاوات، غنبداو نستفوهم وحيده حدا وحيده حتى نكملوا الطاوه ديالنا كامله. ولكن هنا خليو واحد المسافه ما بين الغريبه والغريبه باش منين تبدا تشقق تخلي ليها البلاصه فين تشقق وما تلصق لكمش مع الاخرى. صافي هانتوما شفتوا، فانا تنبدا ندير لهم بحال هكا. هنا انا الفران عندي ايتيمات اللي هو صغير البنات، شعلته على 220 درجه، شعلت الفوق والتحت. ومني غادي نبغي ندخل الغريبه ديالي فراه غادي نقص ليه درجه الحراره، نهبطها ل 180، والغريبه فراه نديروها دائما الفوق. فهانتوما بعد ما كملت غادي ناخذ الصبيع ديالي الكبير وغادي نبدا نضغط واحد الضغطه خفيفه على الغريبه ديالي. انا نقرب لكم الكاميرا اكثر باش تشوفوا لكم الصوره اوضح. هانتوما شوفوا غادي نضغط واحد الضغطه خفيفه من الفوق، ماشي بزاف، خفيفه بحال اللي تندير واحد الحفيره صغيره بالصبع ديالي. كيف قلت لكم الفران راه تيسخن، غنهبطوا ل 180 درجه. غادي ندخل الطاوه ديالي مباشره في السكه الفوقانيه، العافيه تكون جايه هنيشا على الوجه حتى تبان لكم بدات تتشقق وبدات تهبط واحد شويه. غادي ندخل واحد المعلقه وغادي نبدا نضغط عليهم بشويه، ماشي بزاف، غتضغطوا هي شويه انكم تعاونوها بحال تشقق لكم شويه. وصافي من بعد ما تبان لكم طابت من الفوق فتنهبطوها تتحمر من التحت. تبقاو واقفين حدا الفران لانه غريب الحلوه د اللوز عموما تتبغينا نبقاو واقفين حدا الفران باش ما تتحرق الناس.
وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت. تنخليوها في الطاوه حتى تبرد البنات، عاد تنهزوها منها باش ما تتفرتت الناس. شوفوا كيفاش تجي محمره شويه من التحت محمره شويه من الفوق، ومنين تنجيو نقسموها في النص فهي تجي معلكه وتجي بنينه ورطيبه وهشيشه ومذاقها اكثر من رائع. انا بغيتكم انكم تجربوها، تخليوها لي في لي كومونتير. اللي جرب شي حاجه وعجباتو خليوها لي في الكومونتير، وخليو لي شنو نشارك معكم فيديوهات قادمه باذن الله. ونتمنى لكم فرجه ممتعه وبالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. شوفوا كيفاش تجي هاد الطبيصيط ديالنا، راه هو اللي انايا وجدت بهاد نص كيلو ديال الغريبه. هاد نص كيلو د اللوز عطاني هاد الكميه اللي غادي تشوفوها، فتبارك الله تجي كميه اللي هي زوينه وكميه لا باس بها. غتصلح لكم في هكا في الاعياد في المناسبات، وعلاش لا ما نعطيوهاش للوليدات ديالنا هكا في اللانش بوكس، نعرفوا شنو عطيناهم وعطيناهم شي حاجه اللي هي زوينه ومفيده لهم. نتلاقى بكم فيديو قادم ان شاء الله. خليو لي تعاليق زوينه ديالكم، خليو شنو تبغوا انني نشارك معكم فيديوهات ان شاء الله قادمه، وبالصحه والراحه وفرجه ممتعه.